تعرف يا ابو الكباتن ايه اكتر حاجه حزنتني في ماتش الاهلي والبنك الاهلي؟ مش الخساره خالص، ولا اننا ما قدرناش نكسب، ولا اننا اتاخرنا في المنافسه على صداره الدوري، ولكن بجد اللي عصبني اللقطه اللي قدامك دي. الواد ده حرفيا قليل الادب. يعني انت عايزك تتخيل معايا، شوف بيتعامل ازاي مع حسين الشحات اصلا. عشان ايه؟ عيل حرفيا ما ترباش، يعني بياخد لقطه على حسين الشحات عشان كره مشتركه. حسين حرفيا ما عملوش اي حاجه، هو جاي يقوم وحسين بيقوم مستعجل عشان يلعب الكوره، قابل وقع على بوزه. طب هو يعمل لك ايه حسين الشحات؟ حرفيا حسين الشحات ما كلموش ولا متعمد ولا اي حاجه، قعد يحزق على الفاضي. يعني هو لما يجي يتفرج على نفسه هيعرف ان هو كان هايف. ايوه كان هايف، عمل موضوع مين مفيش، وفضل يشتم بالفاظ قليله الادب لحسين الشحات بشكل غريب، كان حسين الشحات مثلا يعني قال له لفظ خارج، او حسين الشحات ضربه من غير كوره. حرفيا حسين الشحات ما عملوش اي حاجه على كل الحزق اللي هو حزقه ده. وفي الاخر الحكم جه اديله انذار وادى حسين الشحات انذار. نفسي افهم، هل حسين الشحات اصلا فتح بقه عشان ياخد انذار؟ كانت لقطه بصراحه غريبه، وجمهور النادي الاهلي يروق الحكم بسبب الانذار اللي اداه حسين الشحات. المهم التاني ده يسكت بقى، لا بعد ما خد انذار رجع برضه حط ايده على بقه وفضل يشتم في حسين الشحات بشكل غريب جدا. يا ابني انت مالك يا ابني وحسين الشحات؟ وفي علاقه اسريه بينك وبين حسين الشحات؟ طيب ما هي ملهاش مبرر تاني، لازم حسين الشحات يكون عمل لك حاجه. اصل مش منطقي يعني كل الغل والحقد ده على كره مشتركه حرفيا ما فيهاش اي حاجه. هي يعني لقطه مستفزه، وهي دي اخره ان ما فيش جمهور في المدرج. عايزك تتخيل معايا لو الاستاد متقفل بجمهور النادي الاهلي، اشباه اللاعبين شبه الواد ده كان يقدر يتجرأ بس ان هو يعمل حركه شبه كده ولا لا؟ لاعب تاريخه صفر في الكوره ومحدش عارف اسمه اصلا، وبيعمل لقطه عشان يبان ان هو ذكر يعني وجامد.